حسام، انا كده فهمت من حضرتك ان مرض السكر ده احنا بنتعايش معاه، او المصاب بمرض السكر لازم يتعايش معاه ويصاحبه كده ويهديه عشان ما يحصلوش مشكله منه. فكنا عايزين نعرف يعني كده معناه ان السكر كمرض مش هو المشكله في مضاعفاته او الحاجات اللي بتؤدي لنتيجه الاصابه بمرض السكر. كنا عايزين نعرف ايه المضاعفات دي وازاي العيان يقدر يتجنبها. بالظبط يا دكتور احمد، هو طبعا السكر ده مرض مزمن، يعني مش دور برد هتاخد علاج 4 ايام وتبقى كويس، لا تمام. ده مرض مزمن وموجود طول الحياه. تمام. فبالتالي متوقع ان ممكن يحصل مضاعفات منه. مضاعفات السكر من اول شعر راسك لغايه ضفر رجلك، في كل حته في الجسم ممكن تتاثر بالسكر وممكن يبقى لها مضاعفات. تمام. بيأثر على العينين، بيأثر على السنان، بيأثر على القلب، بيأثر على الكلى، بيأثر على الدورة الدموية الطرفية، على الصوابع. يعني ليه مضاعفات في كل حاجة في الجسم. تمام. عشان كده هو هدفنا في السكر مش ان انا اقول لك انت سكرك الصايم كذا وفاضل كذا وتراكمي كذا وخلاص انت كده، لا، احنا الهدف الاساسي في علاج السكر هو الوقاية من المضاعفات، تمام. لان في ده مضاعفات قاتلة. ده هدفنا الاساسي. بالظبط طبعا. طب يعني اقول للمريض ايه؟ اول حاجه لازم، هو طبعا المريض ما يعرفش المضاعفات بتاعه السكر، فانا لازم الدكتور السكر هو اللي بيلفت نظره ان انت خلي بالك ان السكر ليه تاثير على العينين. تمام. فبالتالي لازم كل سنه تروح لدكتور العيون تقول له انا عندي سكر بقالي فتره وعايز اطمن على عيني. هو تمام. دكتور العيون بقى عارف شغله، هيشوف بقى يعمل فحص قاع عين هيتابع. وهيبص على عينيه وهيبص يطمنه من ناحيه عينيه، وهيقول له المره الجايه تجي لي مثلا بعد 6 شهور، بعد سنه، بعد سنتين، زي ما هو شايف حالته. تمام. بالنسبه للثانيه السنان، فلازم برضه بيروح لدكتور السنان بيبص عليه في اي حاجه بيعالجها له، مفيش حاجه خلاص هقول له انا اشوفك بس كمان سنتين كمان زي ما هو شايف. القلب، لان طبعا حالات العنايه اللي بتخش بسبب جلطات في القلب نسبه كبيره جدا منها بسبب ان المريض ده عنده سكر. مريض سكر اصلا السكر هو بيبقى سبب من الاسباب ده مضاعف من بالظبط المضاعفات. كده. فلازم بصفه دوريه ان احنا بنتابع القلب بتاعه ونشوف الضغط بتاع المريض، نعمل رسم قلب، محتاج حاجه اكتر رسم قلب مجهود او كده بنعملوها، لقينا الدنيا كويسه خلاص ده في المتابعه تمام. الدوريه بتاعتنا. الكلى، ودي حته مهمه قوي، ان حوالي يعني 90% من الحالات اللي بتغسل كلى هي بسبب الضغط يا بسبب سكر. فمرض السكر من الحاجات الاساسيه اللي لها يعني تاثير قوي جدا على وظائف الكلى، وممكن توصل للعيان يغسل كلى بسبب ان هو يعني مش مظبط السكر او مش متابع الوظائف الكلى بتاعته. تمام. فلازم كل فتره دوريه وهو بيعمل تحليل السكر بيعمل وظائف كلى معاها. تمام، عشان يطمن عليه. بالظبط. الدوره الدمويه الطرفيه، حوالي ممكن نقول 80-90% من حالات البتر بسبب مريض السكر. ايوه، كنت لسه هسأل حضرتك عليها موضوع القدم السكري ده. في ناس ده القدم السكري ده حاجه او يعني تخصص معين يعني. ما هو دلوقتي بقى حتى في تخصص كامل ان هو يعني مشترك ما بين دكاتره السكر وما بين دكاتره الجراحه والاوعيه الدمويه والاشعه. تمام. فعشان كده بقى في مراكز كتير بتتعمل كقدم سكري بس، لان القدم السكري ممكن تنتهي ببتر. بتر ده يعني العيله دي كلها حياتها انتهت، هو العائل بتاع الاسره عامل بتر، بالتالي هو مش هيشتغل، بالتالي مفيش دخل، بالتالي العيله دي كلها حياتها كلها وقفت. ليها بعد اجتماعي كبير. بالظبط طبعا، وتكلفه جامده جدا على الدوله، ان انت اللي عنده بقى عنده بتر بقى مكلف بتامين صحي، انت هتصرف عليه وهتصرف على اسرته وما بقاش ليهم دخل. فطبعا العين البتر ده حاله يعني تعيسه بصراحه. عشان كده لازم يبقى في ده متابعه دوريه في الكشف بتاع السكر. لازم الدكتور بيبص على الدوره الدمويه بتاعت رجل العيان، واصل له دم كويس ولا لا، بص بين صوابعه، لان التهابات الفطريات والحاجات دي بتبقى منتشره جدا في مرضى السكر. لازم مريض السكر وهو مثلا هيتوضا او هيغسل رجله لازم ينشف بين صوابعه. طبعا دي ارشادات كلها الدكتور بيقولها له وهو بيتابع معاه. تمام يا دكتور حسين. فالمضاعفات بتاعه السكر لها حاجات كتير قوي، ولازم دكتور السكر بيلفت نظر المريض لها. تمام.